نحن مع استقرار المنطقة وسلام شعوب هذه المنطقة والتنمية المستدامة لشعوب هذه المنطقة، لأنها عانت كثيرا من الحروب وويلات الحروب. يعني على رأس كل 30 سنة 20 سنة نحن تحصل حرب تأكل الأخضر واليابس للأسف الشديد. ما استقرت هذه المنطقة وما رأت الاستقرار. جاء على كل على رأس الآن الدولة الأثيوبية شخصية بشرت بالسلام وبشرت بالديمقراطية وبشرت بالحريات وبشرت بمشاركة القوميات، بشرت بأشياء كثيرة جدا، وبشرت حتى بالانفتاح على بقية الإقليم من رؤية مختلفة. نحن نأمل الآن أن والله الأمور تتجه فعلا إلى هذا الجانب، تتجه إلى تكريس السلام، مشاركة القوميات الأخرى، التحاور والتشاور فيما بينهم لبناء النظام السياسي المستقبلي، عدم الاتجاه إلى أن والله القصة الآن غالب ومغلوب وبالتالي الغالب يفرض شروطه على المغلوب. أنا في تقدير الآن الدولة الأثيوبية بحاجة إلى مؤتمر دستوري، ما يسمى الآن بالمؤتمرات الدستورية التي تناقش القضايا المصيرية. عموما نقول بأن كل ما يؤدي إلى التعايش السلمي بين المجتمعات، كل ما يؤدي إلى التنمية المستدامة بين المجتمعات، كل ما يؤدي إلى إشاعة الحريات والحقوق المشتركة، كل ما يؤدي إلى بناء دولة المواطنة التي يتساوى فيها كل مواطن داخل الدولة ويتعامل الناس على هذا الأساس، سيؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة وسيؤدي ذلك إلى قوة المنطقة. وكما تفضلت، إثيوبيا الآن تعتبر دولة مركزية في القرن الأفريقي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال لا القوى الإقليمية تسعى إلى أنه والله يمكن أن تقوض هذه الدولة، ولا النظام الدولي أيضا يقبل بأن تقوض هذه الدولة. لكن هذه المسألة يجب أن ينظر إليها من زاوية أخرى، وهي أن لا تستمد الدولة قوتها من الخارج، عليها أن تستمد قوتها من قبول شعبها. ففي تقدير هذا التحدي الذي سيواجه الدولة الأثيوبية، ونأمل إن شاء الله من خلال الحوار، من خلال المؤتمرات الدستورية، من خلال الصبر على بعض حتى نبني على الأقل حالة السلام في المنطقة. نحن أمام تحدي كبير جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشرور والفتن.